لو لاحظت ان التبريد قل عندك في الفريزر والتلاجة من تحت نفس الكلام، يبقى في مشكلة عندك في الموتور بتاع التلاجة. مفروض هنا بيبقى في مجموعة اللي هي الاوفرلوت اللي بتشغل الموتور، احنا بصينا عليها لقينا الجزء ده سايح، فحتى لو جربته خارجي هتلاقي الموتور لو هو شغال تمام هيطلع صوت عند التشغيل، وبعد كده هتلاقي الشبكة دي بتسخن معانا. طب لو لاحظت ان الموتور صوته واطي والشبكة ما بتسخنش وحطيت ايدك عليه ولقيته سخن جدا، بعد 3-4 دقايق اعرف بالطبيعي ان الموتور عاوز يتغير. طب ايه سبب ان هو وصل لدرجة ان هو الملف بتاعه ضعف؟ عندنا هنا المفروض التايمر اللي بيدي اداة الحركة للسخان والمروحة وتشغيل الدايرة ممكن يعلق، او الترموستات يبقى فيه مشكلة. طب ايه الحل قبل ما نغير الموتور؟ لازم نتأكد ان الحاجات دي لو فيها مشكلة تتغير، وبعد كده يركب موتور بنفس الموديل والكام قدم، وبعد كده تشغل التلاجة مع الموتور الجديد هتلاقي كل حاجة تمام. لو حصل معاك نفس المشكلة اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. لو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد.